عثمان بن عفان رضي الله عنه قال وحير كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي وحوها إذا فرغ مركو فارغ من دفن الميت ميت أسيديس مركوسو جيستو أسيد ميت وأسي مركوسو جيستو وقف واستاجي النبي صلى الله عليه وسلم عليه قبر قدوشيس استاجي وقال وحده استغفروا دافد ويدي لأخيكم ولكن دافد ويدي وسألوا السؤال له لأخيكم السؤال التثبيت السجد إن الله السجد ويدي فإنه إسقى وقف كان صاحب القبر أميتك الآن هذا يسأل لسؤالية رواه أبو داود وصححه الحاكم حديث عن عثمان رضي الله عنه وحي رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم مركو ميد آصه وآسك رميو قبرك وحسود الاستاقي قبر جيس مركز نهي صلى الله عليه وسلم ولكن إلهي ويدي إنه دبقي سقافه إلهي ويدي الصبد وإلهي أوصبه صوت محيطا حتى أي سؤال كسو وجهميا حتى أي سؤال لو يديني ربك سألك سؤالية نبي قال لك سؤالية صلى الله عليه وسلم دينك سأل سؤالية وحوى الباب لقوي دينية مركز صدرت إن إلهي السقوه سؤال جواب تصحد على كل سقوه إلهي السؤال مركز على وقفك ميت كمركز انتو إن دم داف إلهي لو يديو سأل نبي صلى الله عليه وسلم تثبيت سؤالها كسو صعدة إن إلهي جوابته ضوافتينا إن محل هذا لو قد عيوه أيام ربا ولا لي إله وافتش سؤال صحة جوابت صحة إله وافتش استغفروا النافذ ويدية لأخيكم ولكن النافذ ويدية وسألوا سؤال له لله وسألوا سؤال له لأخيكم ولكن السؤال التثبيت السجود سؤال فإنه إسقوا أخينا وميتك يسألوا ولا سؤالي الآن هذا لسؤاليه وعن ضمرة بن حبيب وحلقوا لي أحد التابعين الثقات تابعين وثقات كم ذاها وحلقوا لي قالوا إنه يري قالوا وحري كانوا يستحبون وحيش علان جرين وضدك الله كل ما يوم مشايخ وصحابتي كم ذاهين وحيش عليين إذا سوي مركا لسمع على الميت قبره جيس مركا لوسم بمعنى مركا لا آسيس دماضو وانصرف الناس ضدكم أي رقمدان عنه ضدكم أي كلا تجان أن يقال إن إلى عند قبره جيس أكتس الويل يا فلان هبلو قل وحتى هذا لا إله إلا الله 3 مرات تحجر لو علمي قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله تحجر بالضحية يا فلان هبلو قل وحتى ربي أنا ربي الله إلهي وي والديني دينك يقولنا الإسلام هو دينك يقولنا والنبي أنا نبي يقولنا محمد صلى الله عليه وسلم ساس أي سؤال ذاتكي أو محد مارتي تابعين تأها أو محالي لذا إيو أما ذاتكي كهريو صحاب تبأها قفكم مركو دينتو ساس أي سمجرين إن بدن أو ذاتك أهل الشام كم إذا ذاتك الشاميين تأها في عصر من يقتدى به عصر ذاتك لقد ينشري ودينك لقد ينشروا تابعينتي أي جوجين ساس أي سمجرين أو يعني محل لدى ميتكم مركو دينتو انت قبريسا marka la aaso aastaankiisa dhameeyo inta qabrigiisa yimaadaan ay kalimaad ka seedii jireen mar wax dhibaato ma laha waa waxa loo yaqaano talqiinta loo yaqaano oo meydka maxad maartay la leeyahay sidaas la dhahayo oo lagu soo cusboonaysiinayo ilaa hadda iyo su'aalo ku soo socdaan rawahu Sa'id al-Mansur mawqufa isagoo mawqufan ala damrata oo محد مارت أما سردتكاس أو موقوف أو كويه وادتكاس ضمرة أو تابعين نك أحد التابعين كلويد شيخودي سيدتك أو لك المصحابتي إياها أما تابعين تي وويند ويسكوا وويند ولا كرمي أنتم بسوا تبص رواه سعيد المنصور موقوفا طبراني روح أصلا نحو حديث كاس أو كلام ويعني تلغين تاس من حديث أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه حديث كسوء صنع مرفوعا سوى مرفوعا كير موقوفها كانوا مرفوع مضولا وآدن لو ديري سوى دير آد ودير ساسي يكسونا
oo yaani waxa weeyaan isagana oo talqiintii qofka ma loo yimaado oo la fariisinayo su'aalahaas la weydiinayo ilaahay subhanahu wa ta'ala oo waafajinayo qofka wanaagsan qofka kalena aansan maxad ma tawaafajinaynin sidaas ayaa oo maxad ma soo saaray tabarani xusna nahwu xadiiska soo kale min xadiis abi umamata أبو أمامة الباهلي حديث كيس مرفوعا مطولا حديث كمركا مثل دوران أوري وأبو أمامة أضو ضعف أيا كجرة إنك سرك حفاظه بدن أي حوجيان سيدا الضياء المقدسي حافظك وحفاظ الهروب المتقدمين تاكملها مركا لكن حوجا محد ما رسالة كيس ضعف إذا كجرة على كل حال واحد بات مالها هبيراته qofku marka uu dhinto ee qabriga la geliyo hadii talqiinta la sameeyo wax dhibaato ma laha cusurtii hore oo maxad maartay oo salafkii in bad salaf hadii umma in badan oo kamid arrinkaasina mashhuur ayuu ku ahaa siiba dadka oo reer shaam mashhuur ayuu ku ahaa ahadiisaasina waa soo arortay xadiiskan marfuuca oo hada abu umama aimada waaweyn in fara badan oo kamidna sidaas ay qabaan يا أحمد بن حسنا يا شيخ أحمد بن حسنا يا أحمد بن حسنا اذكر هذا آخر يوم من أيام دنياك وأول يوم من أيام آخرتك اذكر العهد الذي خرجت اذكر العهد الذي كنت عليه في دار الدنيا وخرجت به إلى دار الآخرة وهو شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وأن الموت حق وأن القبر حق والدفن حق ومنكرا ونكيرا حق ومسألتهما حق والبعث حق والحشر حق والوقوف بين يدي الله تعالى حق والحساب حق والميزان حق والصراط حق والجنة حق والنار حق وإخراج الموحدين من النار حق والحوض حق والشفاعة حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور الآن قد سرت بين أدباغ الثرى وفي محلة الهلكات وبين عساكر الموتى وكنت وحيدا فريدا فإذا أتاك الملكان الموكلان بك فلا يخوفاك ولا يرهباك ولا يروعاك ولا يفزعاك ولا يرجفاك لأنهما خلق من خلق الله تعالى مثلك فإذا سألاك وقال لك من ربك ومن نبيك وما دينك وما قبلتك وما إمامك وما أبوك وما إخوانك فقل لهما من غير خوف ولا فزع الله ربي خالق الأشياء الله ربي خالق الأشياء ومحمد النبي خاتم الأنبياء والإسلام ديني والكعبة قبلتي لأجل الابتلاء لا للتعبد والقرآن إمامي وإبراهيم عليه الصلاة والسلام أبي وملته ملتي والمسلمون إخواني وعلى ذلك حييت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله تعالى وأنت من الآمنين ثبتك الله تعالى بالقول الثابت ثبتك الله تعالى بالقول الثابت ثبتك الله تعالى بالقول الثابت اللهم ثبته بالقول الثابت اللهم اغفر له وارحمه وثبته بالقول الثابت اللهم اغفر له وارحمه وثبته بالقول الثابت اللهم اغفر له وارحمه وثبته بالقول الثابت يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي
إلى أحد فمر بقوم مولاهم سيدهم يا حسن مطلبهم بالواحد سمد ما إن تنازعهم دنيا ولا شرفا من المطاعم واللذات والولد ولا لباس ضوف فإن نقيم